السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. معايا النهارده كده صينية البطاطس بالكفتة القمر دي، حاجة يا جماعة في منتهى الجمال وسهلة جدا 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 وموفرة واقتصادية. بربع كيلو لحمة بس هتعملي الصينية القمر دي. اول حاجه بس سامحوني لان المقطع بتاع الكفته المكونات بتاعتها اتحذف. فاحنا معايا ربع كيلو من اللحمه الملبسه، عليها بصلايه كبيره مبشوره ناعم، معاها ملح فلفل اسود بهارات وسنه جنزبيل بسيطه. حاجات سهله وبسيطه جدا. عجنتهم وركنتهم على جنب لحد ما نعمل صينيه البطاطس. هنسمي الله. معايا هنا بصلتين متقطعين حلقات وفلفلايه رومي كبيره، عليها ملح وفلفل اسود ومعلقه من مرقه الدجاج الفوريه او مكعب المرقه العادي. بعد كده حبايب قلبي هنبدأ ندعك فيه البصل والفلفل كويس جدا عشان ينزل المية بتاعته. وبعد كده هنبدأ معايا جزرتين متنضفين ومتقطعين حلقات، هنبدأ برضو نقلبهم تقلبتين مع البصل والبهارات. ومعايا نص كيلو من البطاطس الجديدة نزلت وما شاء الله جميلة جدا، ورخصت يعني شوية. هنبدأ بقى نقلب المكونات كلها مع بعضها. معايا بعد كده نص لتر من الطماطم محطوط عليها معلقة من البابريكا عشان يبقى شكلها احمر كده، ولو مفيش بابريكا ممكن معلقة من الصلصة. بعد كده هنبدأ بقى نصبع الكفتة. هي مش هترتاح ولا حاجة، انا بس ريحتها ال5 دقايق لحد ما عملت صينية البطاطس. هنبدأ بقى نصبعها، عايزاها صوابع ماشي، عايزاها يعني زي الهمبرجر كده تمام ماشية معاكي. اللي يعجبك يعني. متنسوناش بقى حبايب قلبي في اللايك والشير وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واتمنى اعرف رايكم في الوصفات اللي انا بقدمها. كده الصينيه اللي معايا خلصت، ورشيت عليها كده سنه بسيطه من الطماطم عشان لونها يحمر بعد كده معايا. هنبدا بقى نسمي الله ونحطها على النار. هي ما بتاخدش بالظبط يا جماعه ربع ساعه، او يعني من 10 دقايق لربع ساعه على على النار زي ما انتم شايفين كده. انا مش عايزه اقول لكم الريحه، بسم الله ما شاء الله، حاجه في منتهى الجمال ولا طعمها خرافه. وحطيتها طبعا في الشوايه تاخد لون كده حلو زي ما انتم شايفين، والكفته مستويه جدا جدا وحاجه في منتهى الجمال. اتمنى تعجبكم وتجربوها وتقولوا رايكم فيها. والسلام ختام.